محمود كهربا لاعب النادي الأهلي كان حريص على مداعبة رفيقه حسين الشحات بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي امبارح في دوري أبطال إفريقيا برباعية لمجدي قفشة وكهربا. وكتب كهربا على حسابه الرسمي على انستجرام مداعبا الشحات وقال النينجا أحسن لعيب في أفريقيا. وكان من فترة كهربا كتب كمان على صفحته الشخصية معبرا عن حبه الشديد لوالده ووالدته وقال إنهم جوه قلبه. غير كده لسه لحد دلوقتي غرامة كهربا اللي المفروض تدفع لنادي الزمالك محل جدل كبير، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة للنادي، ومحدش عارف هيكون مصير الغرامة إيه، خاصة بعد انتشار أخبار بتقول إنها هتتقسط وأنباء تانية مش هتتقسط وهتدفع مرة واحدة. وكان أحمد فؤاد المدير المالي لنادي الزمالك أكد خلال الساعات اللي عدت إنه هيتم عمل أمر أداء ضد كهربا لاعب فريق الأهلي استنادا للحكم الصادر للنادي الأبيض بالحصول على غرامة من اللاعب. وقال كمان إن بناء على أمر الأداء هيتم الحجز على أرصدة كهربا في البنوك ومستحقاته لدى النادي الأهلي لحين سداد الغرامة المستحقة لنادي الزمالك بالفوائد واللي وصلت 2,500,000 دولار. يا ترى مصير كهربا هيوصل لفين من وجهة نظركم؟